السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى انكم تكونوا كويسين وبخير. طبعا انا قلت لكم في الفيديو اللي فات ان انا هنزل لكم فيديو عن تعملوا ايه في المواد اللي ما بتضافش للمجموعه، الاحصاء والدين والتربيه الوطنيه والحاجات دي كلها. طبعا ما تستهتروش في المواد دي لان انت ما فتحتهاش قبل كده، فانت مضطر ان انت تذاكرها، والمواد دي نجاح وسقوط، فانت مضطر تذاكر المنهج كله في ليله الامتحان. طبعا ما تبداش مذاكره في المواد دي الا قبل الماده بيوم، يعني مثلا انت عندك اول يوم دين فذاكر الدين قبلها بيوم على طول، او ممكن يوم ونص، لكن ما تضيعش وقت اكتر من كده في الماده. متهيألي انتوا عندكم سوره لقمان هتحفظ الجزء المقرر عليك، لان هو بيجي في الامتحان ويجيب لك اكمل الصوره. حاولوا ان انتوا تحفظوا الصوره، وبيبقى فيه مذكرات كده بتنزل. مثلا وقتنا كان معروف في مكتبه فيها مذكرات كذا للدين وللاحصاء وللتربيه الوطنيه. احنا جبنا المذكرات دي، وانا بابايا قعد يشرح لي الدين. انا ما سمعتش فيديوهات لان بابايا قعد يشرحه لي كقصه كده. المهم ان البتاع كان سؤال واجابه، وانا ما بعرفش احفظ حاجه مش فاهماها، فبابايا كان بيحكي لي القصه وانا بقرا الاسئله. فلما بقرا الاسئله بعد ما هو حكى لي ببقى بقى مستوعبه الفكره وبعرف احفظها يعني. فقعدت بقى ليله الامتحان احفظ في الحاجات دي كلها، واحفظ في السؤال والاجابه دول ومعاني وما اعرفش ايه، ورحت حليت الامتحان ده. في الدين، في الاحصاء انا كنت بتهيالي واخده فيها من قبلها باسبوع كده درس، كنت بروح لمستر خدت فيها كام حصه، بس انا ما كنتش بذاكر يعني. انا كنت بحضر الحصه وارجع اذاكر المواد اللي بتضاف، المواد اللي عليا الاساسيه، وسايبه المواد دي. فالدرس اللي انا اخدته ما فادنيش تقريبا يعني بنسبه كبيره. فجيت قبل الامتحان بحثت على مراجعه احصاء ثالثه ثانوي، فبيجي لك بقى كذا مدرس، شوف المدرس اللي انت هترتاح له. انا مش فاكره بصراحه انا كنت سمعت مين. هتلاقي فيديو مثلا ساعتين او حاجه، او 3 ساعات او 4 ساعات. سرع الفيديو ده على 1.5 او 2 على حسب ما هتستوعب، واسمع الشرح. وبعدين لما بتروح البوكلت اللي بيكون فيه الامتحان بيبقى فيه اول صفحه كده فيها القوانين، فانت مش مضطر ان انت تحفظ القوانين دي اللي بتكون موجوده بتسهل عليك كتير جدا. كل اللي عليك ان انت تحط القانون وتطبق فيه، والسؤال بيجي بطريقه مباشره جدا جدا جدا. بالنسبه بقى للتربيه الوطنيه برضو نفس الوضع. كنت جايبه مدرس على يوتيوب، سمعت الشرح وكان معايا مذكره اسئله واجابه، قعدت اقرا فيها. طبعا انت ما بتبقاش داخل لاممها 100% يعني، بس قعدت احاول ان انا الم فيها، لميتها يعني بنسبه كبيره، ورحت حليت في الامتحان ونجحت الحمد لله في كل المواد دي. واعتقد ان انا في الاحصاء اكتر ماده حليت فيها حلو. بتهيالي قفلت امتحان الاحصاء لان القوانين كانت موجوده، وانا سمعت الشرح قبلها بيوم وفهمت الفكره عامله ازاي وحليت. بتحط القانون بس وتطبق في القانون، وبيجيب لك المعطيات مش ناقصه اي حاجه، ما فيهاش اي صعوبه، وانت بتطبق على القانون وبس وبتطلع الاجابه وخلاص الموضوع انتهى. وبس كده. وده كان فيديو سريع عن المواد اللي ما بتضافش المجموعه، عشان في ناس كتير سالتني. وبالتوفيق ليكم، ربنا معاكم. وبس كده انا خلصت الفيديو بتاعي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتشيروا الفيديو لكل اصحابكم عشان الباقيين يستفادوا. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لكم كل اشعار بكل فيديو جديد هنزله. وبس كده، باي باي.